مرحبا بكم في عالم الشغف والإثارة، في عالم الكرة. كل لحظة تحمل قصة جديدة، واليوم نحن مع خبر يواجه الجزائري يوسف عطال ظهير نيس خطر الغياب عن منتخب الجزائر خلال نهائيات كأس أفريقيا 2023 التي ستحتضنها كوت ديفوار بداية العام المقبل. ووضعت قرعة المسابقة الأبرز في القارة الأفريقية منتخب الجزائر في المجموعة الرابعة مع أنغولا وموريتانيا وبوركينا فاسو. ويبحث منتخب الجزائر عن الفوز بثالث ألقابه في كأس أفريقيا 2023 التي ستنطلق في يناير كانون الثاني المقبل، وذلك بعد تتويجه سابقا بنسختي عام 1990 و2019. ويعتبر يوسف عطال لاعبا مهما للغاية في صفوف الخضر، حيث يشكل جبهة قوية على الناحية اليمنى مع رياض محرز نجم الأهلية السعودي. هل يغيب يوسف عطال عن منتخب الجزائر في كأس أفريقيا 2023؟ يعيش خريج مدرسة شبان نادي أتلتيك بارادو في الفترة الحالية ظروف نفسية صعبة للغاية بسبب وجود ملاحقة له من قبل القضاء الفرنسي. وابتعد اللاعب الجزائري عن أجواء المنافسات في الدوري الفرنسي خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك على خلفية الاتهامات التي وجهت له بسبب نشره لبعض التعليقات عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام. وكان المدعي العام في مدينة نيس الفرنسية طالب بسجن عطال لفترة 10 أشهر مع إيقاف التنفيذ بجانب توقيع غرامة مالية عليه بقيمة 45 ألف يورو. ووفقا لمصادر إعلامية فرنسية، فإن المحكمة المختصة ستصدر قرارها النهائي بخصوص ملف قضية عطال يوم 3 يناير المقبل. وفي انتظار إصدار الحكم النهائي سيكون عطال ممنوعا من مغادرة فرنسا، وبالتالي سيغيب عن المرحلة الأولى من تحضيرات منتخب الجزائر لنهائيات كأس أفريقيا. كما يواجه عطال خطر الغياب عن بطولة أفريقيا في صورة إقرار المحكمة الفرنسية عقوبة السجن تجاهه دون إيقاف التنفيذ. يوسف عطال. ما موقف جمال بلماضي من يوسف عطال في منتخب الجزائر؟ أزمة عطال في فرنسا أفسدت مخططات جمال بلماضي الذي كان يأمل في التعويل على جميع اللاعبين منذ انطلاق الاستعدادات لبطولة كأس أفريقيا.